اتكلمنا الفيديو اللي فات عن غضروف الظهر وبدأنا الموضوع بشكل تعريفي. خلونا نكمل موضوعنا. مش كل وجع ديسك واحد ولا كل مرحلة ينفع معاها نفس التمرين. انزلاق الغضروف بيمر ب3 مراحل وكل مرحلة ليها تعامل مختلف تماما. المرحلة الأولى الأكيوت فيز أو المرحلة الحادة، دي أول مرحلة بعد الإصابة. الألم فيها بيبقى قوي ومفاجئ وممكن ينزل على الرجل والحركة بتبقى صعبة. المرحلة التانية سب أكيوت فيز أو المرحلة شبه الحادة، الألم بيبدأ يهدى ويروح ويجي وممكن يظهر مع الحركة الغلط. هنا بنبدأ نرجع الحركة تدريجيا بس بحذر شديد. وهنا أنا في المرحلتين دول بتكلم على أول 1.5 شهر أو شهرين إلا أسبوع من الإصابة. هنا الهدف الأساسي مش تقوية، الهدف إننا نهدي الالتهاب ونقلل الضغط على الغضروف. علشان كده التمارين دي ممنوعة تماما. أول مجموعة هي التمارين اللي بتزود الضغط داخل البطن، لأن الضغط ده يروح مباشرة على الغضروف المصاب، زي تمرين السيت اب اكسرسايز، تمرين التو تاتش اكسرسايز، تمرين السنجل ليج ريز، تمرين السكوات. تاني مجموعة وهي تمرينات بيكون فيها ميل للأمام، وده لأنه هيزود الضغط جوه البطن وبرضه هيرجع يحمل على الديسك، زي تمرين الليج بريس اكسرسايز والكيبل كروس اوفر اكسرسايز، وطبعا رياضة ركوب العجل ونط الحبل. أي تمرين فيه ميل أو ضغط الغضروف بيدفع الثمن. طب أعرف منين إني خرجت من المرحلة الحادة؟ تقدر تنتقل للمرحلة اللي بعدها لما يعدي أكتر من أسبوعين على الإصابة أو الألم يقل في الأوضاع العادية. يعني وإنت قاعد أو واقف في وضع مريح الألم بيبقى بسيط أو شبه مختفي. لو الشرطين اتحققوا أنت خرجت من المرحلة الحادة. دخلنا المرحلة المزمنة الكرونيك فيز. نتمرن براحتنا. أغلب التمارين بس مش كلها. التمارين اللي كانت ممنوعة ممكن ترجع تدريجيا وبحذر، لكن لسه في 3 تمارين ممنوعين: تمرين الكرانش اكسرسايز، تمرين التو تاتش اكسرسايز، تمرين الديد ليفت، وخصوصا لو هتنزل وتطلع بوزن. وخد بالك ان الفرق الحقيقي مش في قوة التمرين، الفرق في اختيار التمرين الصح في الوقت الصح. ولو انت تحت اشراف دكتور علاج طبيعي البرنامج بيتظبط على حالتك وهتعرف الممنوع والمسموح بدقة. اشوفكم على خير الفيديو الجاي.